فكرت تيجي في يوم تعمليها على الفطار؟ طريقته بسيطة جدا وسهلة. وكمان أنا النهاردة قلت أجيب أسهل مقادير وأبسط طريقة هنعملها مع بعض عشان ما نكلفش المقادير ولا تبقى مكلفة علينا. هنعمل النهاردة بسكوت الشاي، البسكوت السادة جميل جدا جدا وبأسهل الطرق هنعمله النهاردة. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. ولأول مرة أشوف قناتي أنا اسمي سما عمر. أول حاجة جبت بولة فاضية فيها بيضة واحدة، وهجيب كمان كيس من الفانيليا. تمام، يبقى بيضاية واحدة اللي هستعملها النهاردة. وهنجيب كمان معلقتين ونص من السكر، مفيش أسهل من كده. أبسط الطرق جبتها لكم للبسكوت الشاي. طبعا في مقادير كتيرة أوي ليه، فأنا قلت ما أجيب لكم أبسط الطرق. يبقى حطينا بيضة، حطينا فانيليا، معلقتين ونص من السكر، معلقتين من الزيت. تمام كده. هنقلب المقادير دي الأول ونخلطها كويس جدا. هقعد يعني حوالي 3 دقايق أقلب فيها واخلطهم لحد ما السكر يدوب تماما. أتأكد إن السكر بتاعي داب معايا في المكونات دي. وفي نفس الوقت كل ما تقلبي لونه يفتح شوية، ده بيبقى أفضل كمان. حطيت هنا معلقتين 2 من المية. لو عندك لبن ممكن تحط معلقتين من اللبن. تمام. وهقلب تاني المقادير اخلطها مع بعض. تمام لحد كده. مفيش ابسط ولا اسهل من كده ومش مكلفة تماما. نيجي بقى على الدقيق بتاعنا. انا حطيت النهاردة كوباية دقيق. عايزة بقى تضاعفي الكمية، ممكن كل الحاجات دي تضاعفيها. لو عايزة تعملي كتير ضعف الكمية. لكن لو انت مثلا عايزة تعملها لأول مرة بقى وتجربي، اعملي المقادير دي كفاية جدا. تمام. يبقى كوباية من الدقيق، حطيت كمان معلقتين كبار من النشا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنخلط المكونات بتاعتي دي مع بعض كويس جدا ونعجنها. تمام. نخلطها كده. الافضل انا بفضل ان انا استعمل ايديا احسن، علشان تحسي ان العجينة بقت مظبوطة ولا مش مظبوطة. يعني ايديكي هي اللي بتحس بملمس العجينة، بتشوف ان هي كانت مظبوطة ولا لا. تمام كده. هشيل المعلقة ديت خالص واقلب بايديا كده. العجينة بقت جاهزة معايا. نبدأ نشكلها. هي فيها تلزيقة بسيطة جدا بس ده طبيعي. جبت كيس من اكياس التلاجة، وحطيت العجينة في النص، يعني كيس من تحت وكيس من فوق. وبتفرد العجينة بقى كده على كيس من اكياس التلاجة دي، وافردها. انا عايزة السمك بتاعها يكون رقيق، ما يكونش تخين شوية كده. يعني انا عايزة السمك يكون رقيق شوية. هنشوف دلوقتي السمك بتاعه. بس بنفرد العجينة، شايفينها بتتفرد معايا بكل سهولة. ممكن تقطعيها دواير، ممكن كمان تقطعيها مربعات، عادي جدا السمك اللي انت عايزاه. تمام كده. اهي شايفين ده السمك اللي انا عايزاها رقيقة زي دي كده عشان تطلع زي بسكوت السادة اللي احنا بنجيبه. تمام. جيت جربت في 2 او عملتهم دواير، بس ما حبيتهمش دواير. قلت لا، انا هعملهم مربعات زي البسكوت اللي احنا بنجيبه. فده يرجع لك انت. بشيل الزيادات دي خالص وبرجع اعجنها تاني. دي ما بتترميش. برجع ألمهم على بعض واروح جاي فردهم تاني ومقطعهم من اول وجديد. يعني الزيادات دي مش بتترمي. تمام كده. بجمعهم على بعض كده وببدأ افردها تاني، وبقى بعمل برضو بسكوت، سواء مربعات دوائر حسب ما انت بتحبي. كده قطعته كله. بجيب بقى شوكة او خلة، اي حاجة عندك، وبتبدأ بقى تخرمي البسكوت عشان يبقى مخرم زي ما انت بتشتريه من بره. تمام كده. بأي حاجة بقى، بخلة بشوكة. وهنخرم كل الكمية بتاعة البسكوت دي. يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي واللي شاف الفيديو يشير الفيديو ده مع كل اصحابكم. دخلته الفرن على درجة حرارة متوسطة، اقل من نص ساعة ولا تلت ساعة، وبصيت لقيته استوى وخد اللون الجميل ده. والاهم من ده كله ان هو مقرمش وخفيف ولذيذ جدا. كل اللي ده وشكر فيه قوي قوي قوي.
جربوه بجد سهل وبسيط ومش مكلف خالص زي ما انتوا شفتوا. متنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم.